لم تنظر لنفسها على أنها غيمة كسائر الغيم يوما. لم تشبه بنات جيلها في شيء، لطالما اختلفت عنهن ولطالما سخرن منها لرقتها المفرطة. لم تلهو في طفولتها مع الريح أبدا، ولم تخشى الرعد، ولم يرهبها البرق لحظة. كانت تؤمن بأنها ليست مجرد قطرات بخار عادية تسقي الحقول والمحاصيل العطشة، بل كانت ترى في نفسها رسائل حب تعبر السماء نحو الأرض لتشفي ورودا متيمة هنا أو تبلل وجوها حائرة هناك. أتعبتها روحها بأسئلتها في تلك الليلة الثقيلة، فلم تذق عيناها طعم النوم حتى الصباح، ورغم ذلك لم ينل منها السهر والأرق، فبقيت حية متيقظة ليوم غد. حددت وجهتها بعناية ودقة، واختارت نافذة صغيرة في غرفة من بيت ريفي عتيق تسكنه فتاة تكتب الشعر، صغيرة في السن كبيرة بالفؤاد، فؤاد يسطر قصصا عظيمة في الحب والتعلق والهيام. حطت تلك الغيمة الصغيرة في ذلك الصباح الشتوي الرطب على الشباك الصغير، وبدأت تتأمل الفتاة المحدقة في الفراغ وهي تكتب قصيدتها على ورقة بيضاء من دون أن تنظر إليها نظرة واحدة. كانت الغيمة تمعن النظر في عينيها المتعبتين الممتلئتين بأشياء كثيرة وانكسارات عظيمة، وتسأل نفسها: يعيبون علي ويقولون عني أنني لست سوى غيمة يافعة أو قطرات ماء أو بخار، ولكنهم لا يعلمون بأن ما لدي أكثر بكثير مما لدى هؤلاء الذين يسمون زورا بكائنات. بقيت تتأمل الفتاة وكتاباتها مليا، ثم أغلقت عينيها وتنهدت وأطلقت أولى قطراتها. أحست بكيانها في لحظتها، ورأت فيه ما لم تره في نفسها يوما. لم تكن مجرد قطرة ماء أو قطرتين أو أكثر، بل كانت سيلا متدفقا من الآهات والزفرات والمشاعر. أمسكت الفتاة الصغيرة يرعاها وكأنها تمسك بيد حبيب غاب عنها منذ زمن. لم يكن لديها ما تكتبه، ولكنها تركت أصابعها تداعب صفحاتها كما لو كانت تتحسس همسات عشق خفية. منذ متى كانت الكلمات لغة قلبي؟ منذ متى أشعر أن أصواتا من خارج الزمن تناديني؟ توقف الزمن للحظة واتجهت بعينيها نحو النافذة، وإذا بمطر رقيق ينزل برفق قطرة قطرة، ينتظرها، يبتسم لها، يناديها لترقص معه، فتلبي النداء وتتوجه نحوه لتبادله الرقصة، رقصة المطر، رقصة الخير والعطاء. هل جنت ففقدت عقلها، أم أن سنين الوحدة الطويلة التي عاشتها فتحت أبوابا كانت مغلقة في دواخلها؟ لم تنهك نفسها كثيرا بالبحث عن إجابات، بل أغمضت عينيها وتركتها تقول ما عجز عنه لسانها. سارعت من جديد لقصيدتها فاحتضنتها، وكأن سحر ما استوطنها واحتل قلمها، فشرعت تكتب وتكتب.
والغيمة الصغيرة تخاطبها مبتسمة دائما: هناك من يرانا ولا نراه، يشعر بنا من دون أن ننتبه، يدعو لنا ويربط على أكتافنا ولا ينتظر منا جزاء أو مقابل. تتالت الأبيات وتكاثرت القصائد بحروف وكلمات تشبه المطر وقطرات الندى، وبتشابيه كأنها ألوان الربيع البديعة. مضت الأيام لتجد فيها الفتاة الصغيرة نفسها تعلو إحدى المنصات وتلقي بقصيدتها أمام حشد من المحبين الذين وقفوا جميعا مصفقين حال انتهائها من قراءة قصيدتها، سوى شاب صغير تراجع إلى الخلف واختبأ في إحدى الزوايا وانفجر بالبكاء. آلمها كثيرا المشهد فسارعت إليه، استفسرت منه فأشار بعينيه الدامعتين إلى قصيدتها، فأجابته: صدقني أنا أيضا لا أعلم ماذا كتبت، ولكنني أعلم جليا أنني شعرت، أعلم أنني تعبت حتى تعذبت. ثم مضت. هناك في مكان آخر كانت غيمة رقيقة عائدة لتوها من رحلتها، تسبح في جوف السماء فتذوب فيها ببطء، سعيدة فرحة بتأدية رسالتها، قائلة في سرها: قد لا نستطيع تغيير العالم، ولكننا بلا شك نستطيع أن نجعل من وجع أحدهم دفئا وراحة وعطاء.